11 وحكم رابع هلالي همبابا. وعلى مستوى الفار النهارده موجود عبد العزيز احمد من السودان، ويشارك بعد طبعا ما تقدم بطلب للمشاركه. اول فرصه واول كوره حلوه، حت خطيره في بدايه المباراه، بدايه قويه للمباراه، حت خطيره في بدايه المباراه، بدايه قويه للمباراه. ادي كوره ثابته مره ثانيه، الحارس يبعد كوره لكن بشكل وصلت وتاهلت لهذه البطوله. على طول الكوره الثابته، ابعاد رائع من الدفاع، خروج رائع، كرات الثابته. ادي كوره ملعوبه حلوه قوي، كوره ملعوبه حلوه السلبي. وبعد كده كان الفوز بركلات الترجيح للمنتخب. حتى الان هي اللي متقدمه، بالمناسبه كينيا متقدمه على نيجيريا في اللقاء الاخر ضمن لطفي الرويس وجمال الدين الامام. تاريخ امامنا هنا، الراسيه على طول، اول كوره المغرب امامنا هنا خطيره، فرصه تسديده حلوه البدايه، كوره ثانيه عن طريق علان. ولكن حتى الان الحارس يانيس كوره، ودي البدايه والانطلاقه. المنتخب التونسي ضاغط بقوه في اول عمل الاساسي، عبروجي ليون والعساوي لاعب الترجي الرياضي التونسي. اماميه الكوره، انطلاقه، ادي التحول هنا خطيره، زواني حسام الصادق، كرة أمامية خطيرة، استلام، فرصة، لكن يا ولد يطلع منه شوي. الكرة اللي فاتت دي لأيمن أرجيك، بيلعب في ويسكا، بيلعب في إسبانيا. أمامه هو ادي اللاعب اللي كان سجل على فكرة امام بودو جلينت النرويجي وامام سانجلواز. استلام حلو قوي، لكن الترويض، شوف المباراة حماسية. وامامنا هو حاول هنا ايمن أرجيك، ولكن يتشارك الحقيقة مع فريقه. رأسية خطرة جدا، الكرة كرة قوية لكن كرة خطرة. اللاعب ريان بوقديدة خطرة جدا. المغرب بدأت تشتغل، الكرة ثابتة وبيحذر اللاعبين، يقول لك أي لمسة وفي فار. وادي يا ولد إبعاد بالنجوم. والشقيق الأصغر يوسف حجي مرة ثانية، انطلاقة أبو مسعودي، يا ولد على التغطية ممتازة، غطى حلو قوي، فرصة تسديدة حلوة كرة من المنتخب المغربي اللي سدد حسام الصادق. كرة الصادق واختبار، لكن شوف الضغط والتقدم وتسديدة قوية جدا. الدقيقة 32 ركنية على القائم الأول، لعبة خطرة اللي فاتت دي، لكن على طول أمين بخيمر كرات العالية، فرصة لكن استلم بظهره. مرة ثانية هنا استلام على طول، كرات محرزي كرات العالية، محرزي يطلع على طول، يطلع المغرب العربي ليهم حضور كبير في الملاعب العربية. هذه رأسية، فرصة الهدف الأول، قوية، سلامات يا توماس زواغي. أرجيجي يسجل، أو عشان يقع أيمن أرجيج ضربة راس ضد ليبيا في مشوار التأهل كأول شمال إفريقيا وفقا للمغربي الأول، بضربة راسية تعمل بان تضرب في الأرض، صعبة قوي. ليه بقى؟ في زيادة عددية. بص هنا الحضور، وادي على طول راسية حلوة الكورة حلوة. الهدف المغربي الأول بضربة راسية تعمل من فؤاد زواني، وراسية أيمن أرجيجي. بص الراجل عدى وعلى طول ضربة راسية. أرجيك خطرة توغل خطرة، لسه الكرة في الملعب وفرصة. طاري اللي تقدم في اللقطة اللي فاتت، وايضا ايمن أرجيك امامنا. بص أرجيك عدى حلو قوي، أرجيك عدى من ريان بوقديدة وعد 14، امامهم الياس ابو مسعودي 11، وامامنا هو ادم اللي عمل التوغل من زيمبابوي. ركنية لصالح المغرب، فرصة لكن يتألق توماس، فاول بركلات الترجيح. مرة ثانية انطلاقة عرضية جديدة، ويمسك المرة دي على طول امامنا هنا الدولي التونسي اللي في الجهاز الفني. تعود مرة ثانية المنتخب التونسي هنا، أمامية حلوة كرة. منتخب تونس يقدم أداء أفضل الشوط الثاني، وتحركوا منتخب تونس المشاركة الاستثنائية بعد ما المغرب متقدمة. المغرب في محاولة المرة دي إبعاد بوقديدة، صراع، لمسة يد للكرة اللي بره بسنينة، قافلين المغرب، لكن هجمة خطيرة المرة دي، ودي فكرة تسديد هدف التعادل يا ولد. منتخب تونس عن طريق اللاعب اللي سدد أنيس دوبال، كرته ترتطم في حمزة كوتون. حلوة أنيس، برافو أنيس دوبال يتعادل، لكن ضربت في حب جدا صعبة جدا أمامنا. وبص الكرة رايحة فين، ولا حركوا أمامنا. ادي الكرة فارس بوسنينة راحت في زاوية صعبة قوي. جمهور افريقيا وزامبيا ضمن المباريات المجموعة الأولى. كرة العالية هنا، يطلع برافو، يطلع توماس عياري، يلعب كرة عالية رأسية حلوة لكن إلى خلف عمر بن علي.
عمر بن علي. شوف ضربه راسيه مسكه جنوبيه صدافه طبعا اوروجواي البطوله. مره ثانيه محاوله ايضا كل التوفيق للسعوديه التنظيم 2034 حتى الان. اماميه كره على طول المره دي محاوله مرمى يعني اثنين حراس في الجهاز. ادي انطلاقه نشيط قوي عمل عرضيه حلوه. عيسى يلعب كره عاليه لكن المره دي التامين الدفاعي المصري وسان داونز الفريق الجنوب افريقي. لا ننسى هذه فرصه للتسجيل. مميزين كان هذا اللاعب. على طول الكرات العاليه اليسار ارتطمت في حمزه كوتون وسكنت في شباك يانيس. تسديده قويه كوره ملعوب على طول الكرة تصل منتخب تونس فرصة لكن هناك راية. اما دخل بديل مكان اللي خد انذار محمد ريان عنان. شوف تونس الحقيقة انشط كتير الشوط الثاني. هجمة تونسية التسديد البعيد خدعه. استعادة الكرة معشة يا ولد على الكرة لكن يعني راحت الى خارج الملعب. امامنا هو في هذا الجانب عيسى حربي. فاول 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 واسمه مسعود. الياس مسعودي في المرمى. والفولو والمتابعه خطا. هدف توماس سدد كره قويه ويسجل امامنا هنا هدف عن طريق اسماعيل مختي عشان ياتي لاعب شتورم جراتس ولكن يا توماس. شوف كره جيل برضو بتاع سعيد شيبه على فكره هذا الجيل. بص كره خادعه من انس لاعب الفتح يدخل بديل. ادي اول كوره انس وقع فيها لكن لسه اللقاء لم ينتهي. المغرب ماسكه كوره حسام الصادق اماميه خطيره كوره ولكن عيساوي بقى الكابتن. انطلاقه جوناس ضيع فرصه باخطاء يعني صعبه قوي. دي غريبه قوي. علاء الدين دربالي اعتقد ان توماس زود دفاعيه اخطاء في التمركز والفرحه طبعا هنا. عدى بمهاره عاليه قوي انطلاقه حلوه. عدى من الاول عدى من ريان. بص الكره بقى رجعت هنا ثانيه